بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، معكم النهارده ان شاء الله فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه. هنتكلم عن تاني مرض بيصيب الارانب، مرض مهم برضه خطير بس هو علاجه سهل وبسيط. المرض التاني اللي هنتكلم فيه هو ايه؟ العرقوب. العرقوب ايه اسبابه وايه الوقايه منه وايه علاجه؟ طيب هو بيجي من ايه؟ بيجي اكتر حاجه بتيجي من ان الارنب بيبقى حجمه وزنه كبير، وزنه مثلا عدى ال4 كيلو. ممكن ام شغاله بقالها فتره وزنها يعدي ال4 كيلو، او الذكر يشتغل برضو فتره وزنه يعدي ال4 كيلو. اما وزن الارنب بيعدي ال4 كيلو او 3.5 ل4 ل5 كيلو، بيدخل في الاوزان دي الارنب الهجين بتاعنا المصري. فلما بيزيد وزنه ده بيبدا السلك اللي هو واقف عليه ده بينحل رجليه اللي ورا، وده اسمه مرض العرقوب. شايفين الارنب من تحت اهو؟ شايفين ايديه اهي مفيش فيها اي عرقوب ولا اي حاجه. طيب العرقوب بيجي شكله بيبقى ازاي؟ انا عايزه امسك ارنب فيه بس مش لاقيه برضو، ربنا يعلم يعني ان انا دورت اكتر من مره في الارانب ما لقيتش خالص. بينحل الشعر في الرجلين اللي ورا، بينحل لحد ما يوصل للجلد، ويبدا الجلد ده يتقرح ويجيب دم. طيب انا ايه اللي وصلني للارنب للحاله دي؟ انا ازاي ان انا اعمل العرقوب؟ الام مثلا اشتغلت بطن 2 3 اللي جيت امسكها لقيت وزنها عالي تقيل، ابدا احط لها فرشه عرقوب. فرشه العرقوب اللي هي الجلده دي هصورها لكم عند الدكوره دلوقتي وهوريها لكم. دي نوتي، فالنوتي دي فيها الشغال وفيها اللي مش شغال. الشغال اللي بقاله فتره طويله وعدى ال4 كيلو ممكن يجي بالعرقوب. ليه؟ لانها واقفه على السلك ده على طول، او ان انا بستخدم الميه في تنظيف المزرعه، فبيقوم السلك ده يتبل، فتقوم الام الشعر بتاعها يتبل، يبدا ينحل من ورا. دي مشكله بيحصل عند الارانب. فانا اعملها اشوف ايه المشكله. المشكله عندي ان وزن الارنب تقل. طيب بسرعه اقوم حاطه له فرشه العرقوب، واقوم بدأ ينقل حاجة بسيطة كده، أو أحط له أجيب جنتان من الصيدلية البشري، وأجيب أي مرهم مضاد حيوي وأحط للأرنب بصوا. ليه؟ علشان هو لو فضل يتقرح ويشيل الشعر، يبدأ الشعر ينحل من على الأرنبة أو الأرنب أو الذكر يعني. الذكر مش هيلقح، الام مش هتقدر تقف على رجليها عشان ترضع ولادها، فدي مشكله. هي بتبقى سهله وبسيطه في الاول، بس لو زادت مع الارنب بتبقى مشكله صعبه جدا. فانا ليه اللي يخلي المشكله تكبر عندي؟ انا كل يوم الصبح وانا باكل الارانب امسك ارنب كده، ارفعه من ودانه، ارفع ابص عليه من تحت، ابص عليه من رجليه من ودانه من ايديه من كل مكان فيه، علشان اعرف الارنب ده كويس ولا لا. وابص على الاكل بتاعه برضه. الارنب ده ما كلش، فبيبقى الارنب ده في عنده مشكله. في ارنب واكل اهو مكسور، في ارنب مش واكل، في ارنب اكله كان كتير مثلا، في ارنبه ما كلتش خالص. يبقى امسك الارنب من ودانه، اجيبه كده قدامي كده اهو، ارفع الارنب كده اهو، ارفعه كده اهو، واشوف رجليه اهي، بتبقى الرجلين اللي ورا دي نحله الشعر اهي، شايفين؟ ما تبقاش كاسيه قوي يعني، واحده واحده بتنحل لحد ما الارنب يجي يطلع منه دم. الدم ده ما هي طبعا الام مش هتقدر تقف ولا الذكر هيقدر يلقح. تعالوا كده اما نبص على الذكوره على فرشه العرقوب محطوطه ازاي. شايفين اهو فرشه العرقوب اهي، البلاستيكيه الحمراء دي او البلاستيكيه الخضراء دي اهي، واطهرها كل شويه بالديزانون او باليود علشان ما يجيلهمش جرب، ما بقاش عنده مشكله. شايفين الذكر الكبير اللي وزنه تقيل، الكبير في السن كبر تقيل، او محطه له فرشه عرقوب. مش على طول فرشه العرقوب بس بنحطها بس للذكوره اللي وزنها تقيل الكبيره يعني، او النوتي التقيله في الوزن. فالحاجتين الاساسيين في العرقوب فرشه العرقوب والمرهم الجنتيانا او مسح الجنتيانا من الصيدليه البشري. ده بتخلص على العرقوب على طول، بتبدا تنشف الجرح وبتبدا تخلي الشعر يكسي تاني مكانه.
فرشة العرقوب نحطها طول ما احنا بنعالج للأرنب، علشان هي بلاستيك. شايفين هي بلاستيك اهي ونضيفة، لازم تبقى نضيفة ومتطهرة بعيد عن السلك. بترفع رجليه بعيد عن السلك علشان يبدأ اللي مع العلاج يبدأ السلك ده لو وقف عليه هيتجرح اكتر. فالبلاستيك دي هتبقى حنينه شويه على رجلين الارنب الذكر او النتايه اي كان الارنب، علشان المكان اللي هو تحت مفيش فيه شعر فهيبقى ملتهب على الارنب. لو وقف على السلك كده عادي هيتعب منه، انما لو وقف على فرشه العرقوب البلاستيك دي هتبدا تبقى حنينه على رجليه وكويسه، يبدا الشعر يكسي تاني ويبقى كويس معايا. مرهم مضاد حيوي بقى في يوسيدين اي حاجه ضد حيوي بشري، اقوم دهنه كده كل يوم رشه جنتانه ودهنه مرهم مضاد حيوي. سهل قوي وبسيط قوي، بس لو تطور مع الارنب وانا ما خدتش بالي منه بيخلي الارنب بيبقى مزاجه وحش جدا وتعبان وبقى يدخل في مشاكل تانية كتير. فرشه العرقوب نعملها واحنا بنعالج الارانب. اهي اغلب الدكوره اهي، دكوره لفيت الناحيه الثانيه عشان اجيبها لكم بره، اغلبهم فرشين لهم فرشه العرقوب اهي. حتى في بداوا ياكلوا منها اهو. عادي الارنب البلاستيك او الخشب او الكرتون هياكل منه مفيش مشكله اهو. شايفين فهو واقف الارنب كده واقف مرتاح مبسوط اهو. برضو التالت اهو كلهم عندهم فرشه عرقوب. فدي حاجه بسيطه وسهله قلت انه نتكلم فيها النهارده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتكلمنا عن العرقوب، ازاي ان انا ما نضفش بالميه، ازاي ان انا احافظ على رجلين الارنب من العرقوب، احط فرشه العرقوب عند الذكر اللي سنه اللي وزنه تقل او الام اللي وزنها تقيل علشان وانا بعالج الارانب. شايفين بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. طول ما النوتي كويسه ومفيش فيه مشكله في رجليها اهي، مفيش اي فرشه عرقوب تاني اهو. بسم الله ما شاء الله. اقلل النظافه بالميه، استعمل الجنتانه، استعمل المرهم مضاد الحيوي، استعمل فرشه العرقوب. دي كلها اساسيات في علاج الارنب من مرض العرقوب. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال رضاكم ونال اعجابكم دايما عند حسن ظنكم. استنونا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله نتكلم فيها مع الارانب برضو عن الامراض اللي بتصيب الارنب، الوقايه منها ازاي وعلاجها ازاي. فاحنا النهارده عشان ما يجيلناش عرقوب ما ننضفش كتير بالميه ونحط فرشه عرقوب للارانب اللي وزنها تقيل كده ما يصيبش الارنب عندي عرقوب باذن الله. اي حد يحب، اي اخت من الاخوات تحب تتواصل معي على تليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 6 8. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010 6 4 6 1 9 7 7 1. اي اخت من اخواتي الفاضلات تحب تتواصل معي على تليجرام ارانب الخيل للسيدات 010 6 2 8 1 5 9 3. اي حد يحب يحجز او يسال عن اي حاجه في الاسعار او في المكان يبعت على الواتس رساله ويقول محتاج الاسعار او اللوكيشن على رقم الشيخ سامر 010 6 4 9 7 7 1 تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.